لو بتعاني من مشكلة القشرة لازم تشوفي الفيديو ده. أول حاجة لازم نعرفها قبل ما نعالج القشرة في منها نوعين، في قشرة جافة وفي منها قشرة دهنية. كل نوع وله علاج. في الفيديو ده هقول لكم ازاي نفرق ان كانت القشرة جافة ولا قشرة دهنية. أول حاجة القشرة الجافة بتكون عبارة عن قشور متطايرة، بنلاقيها واقعة في الغالب على الكتف أو ظاهرة في الشعر أو باينة في الشعر. دي بتكون متطايرة وخفيفة وبتظهر أكتر في الشتاء. الحاجة التانية القشرة الدهنية، ودي بتكون لازقة في فروة الراس، وأحيانا أو المصاحب ليها بيكون فيه حكة أو إحمرار، لأن الفطر بيهاجم فروة الراس، فبالتالي بيكون فيه التهابات أو بيحصل تراكم للطبقة دي على الجلد، مش بتكون متطايرة. وكل نوع زي ما قلنا وله علاج. في بعض الأسباب أو بعض الحاجات اللي بتزود من مشكلة القشرة هقولها لكم في الفيديو ده، وبالتالي لازم نتجنبها. أول حاجة عندنا هي الضغوط النفسية، عشان كده بنلاحظ إن وقت الامتحانات بنات كتير أو ولاد كتير بيلاقوا القشرة بتزيد. تاني حاجة عندنا ضعف جهاز المناعة، فلازم نهتم بيه. ضعف جهاز المناعة لأن الفطر المسبب للقشرة هو موجود عند أي حد، لكن بيهاجم أو بيشتغل وبيعمل قشرة في حالة ضعف جهاز المناعة. تالت حاجة عندنا هو النظافة الشخصية. النظافة أو العناية الشخصية لما بنهتم بيها دي بتقلل من مشكلة القشرة، لأن تراكم العرق أو تراكم الزيوت اللي موجودة في الشعر بدون تنظيف ده بيخلي الفطر اللي بيسبب القشرة موجود بشكل أكبر. عشان كده المشاكل دي لازم نتجنبها ونبعد عنها عشان نقلل من مشكلة القشرة. لازم نبقى عارفين إن إحنا بنعالج القشرة، إن العلاج هنستمر عليه مرة أسبوعيا بعد انتهاء المشكلة، عشان ده جرعة وقائية. دكاترة كتير أو أيا كان الصيادلة لما حد بيشتكي لهم من القشرة ما بيقولوش المعلومة دي، أو مش بيكون عندهم المعلومة دي إن القشرة دي حاجة مزمنة. فلازم بعد انتهاء أو علاج القشرة إن احنا نستمر عليها كجرعة وقائية على العلاج مرة أسبوعيا.